السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم أحبابي الكرام؟ عدت إليكم من جديد ببرنامج مفيد وفعال ومجرب في علاج سحر تعطيل الرزق. الكثير من الإخوة يشكو من ضيق أرزاقهم وقلة دخلهم وربما حتى إفلاسهم، وهذا يكون بسبب الحسد أو بسبب السحر أو بسبب الذنوب، فالذنوب كذلك تكون سببا من أسباب منع الرزق. وكي لا يقول قائل أن الرزق بيد الله ولا دخل للسحر به، نقول أن الله سبحانه وتعالى جعل لزيادة الرزق ونقصانه أسبابا، فقد يحرم العبد الرزق بسبب ذنب أصابه فيصير بحاجة إلى الاستغفار، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. فالاستغفار هنا جاء بسبب الذنب الذي ارتكبه العبد